ثم بعد ذلك افتضح أمره وكنت أستر وأستر وأستر عنه. طيب، ثم بعد ذلك قال له الشيخ عبد الله والشيخ محمد: أنت الآن اعتزل الدعوة كأنك غير موجود، توب إلى الله. ثم بعد ذلك وهو في مرحلة التوبة فإذا به يكذب، فإذا به يشعل الفتنة بين السلفيين، فإذا به يراوغ، فإذا به يدخل من جديد في الفتنة. أما قضية النساء ما أتكلم عنها والله شيخنا، أنا أقول لك، وأنا قلت لهم هذا الكلام، قلت أنا مستعد أن يعني أجلس معكم وحالج الموضوع. هذا أبو أيوب. هذا أخطاء وبارك الله في حرافاته. هل تجيز لمحمد بن هادي يقذفه بالزنا؟ لا والآخر وإلى آخره؟ لا أبدا أبدا. وأنا حتى يعني لما سألت محمد بن هادي قال أنا والله ما قصدت الزنا بهذا اللفظ، ومع ذلك لا أوافقه. والله إنه لكذاب. الله أكبر. إيش عباراته؟ أنا شيخ؟ إيش عباراته؟ عبارات محمد بن هادي قذف لم يمر مثله في التاريخ. عاهر، عربيد، طعم خمارات. هذا خطأ ولا يقبل منه. ما هو خطأ، هذا فجور يا شيخ. أيوة نعم، لكن يرد عليه. هذا فجور يا شيخ. نعم. قذف لم يمر مثله. والآن يرى أنه هو قذف، يلعب على الناس. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله المستعان. هات العبارات هذه. والله. هات العبارات هذه. أبشر شيء طيب. هاتيها. عاهر، عربيد، فاجر، ايوه صاحب خمارات وكان لا يوافق على هذا. لو قالها فيك. ايوه لو قالها فيك. نعم. تقبل منه؟ والله انا حذر مني. تعلمون هذا ولا لا؟ لو قالها فيك. لو قالها فيها هتقول انها كذب. لو قالها فيها مثل هذه العبارة ستقول ما كذب، هذا ستقول هذا ما هو كذب. والله يا شيخ أنا لو قالها في أنا أراجع نفسي، لأن أظن أنكم تعرفون يعني ما صدر في أبي أيوب، صح ولا لا؟ هذا مو جواب. هذا الفيديو الذي نشر عنه، هذا مو جواب.